ازيكم يا بنات؟ انا منى. النهارده هصور لكم فيديو عن روتين العنايه بالبشره الدهنيه، فاتفرجوا عليه وقولوا لي ايه رايكم. اول حاجه هبتديها معاكم هو الروتين بتاعي الصبح. اول حاجه بغسل وشي بالغسول ده من ذا بودي شوب. الصوره هتبقى اوضح عندكم على الشاشه. الغسول ده حلو جدا قوي للبشره، وخصوصا البشره الدهنيه اللي بتبقى عرضه للحبوب. انا في غسولات تانية جربتها وبتبقى كمان ارخص منه. كان الغسول ده من اورفلام. الغسول ده برضو كويس. انا كنت جايباه في مجموعه للسكين كير مع بعض كلهم، بس انا ما عجبنيش فيها غير الغسول دي. كانت بقيه الحاجات اللي في المجموعه كريم للتحكم باللمعان واللي هو كمان اللي هو بتاع الرؤوس السوداء، بس ما حسيتش باي فرق من ناحيتهم. هو بس الغسول اللي حلو. وكمان في غسول تاني جربته وعجبني جدا اسمه سينوبار. ده كان غسول طبي. الدكتور كان في دكتوره كتبتهولي. ده كان برضو حلو جدا وعجبني. تاني حاجه بستخدمها هي بعد ما بغسل وشي هي التونر ده برضو من ذا بودي شوب، حلو قوي. بس في كمان يعني التونر ده يعني مش لازم تشتريه، يعني ممكن تستخدمي ميه برضو تحطيها في التلاجة وتستخدميها، دي بتبقى حلوه. وفي برضو ده من اورفلام برضو ارخص وحلو جدا. فيعني موضوع التونر ده يعني مش محتاج حتى، يعني مش مستاهل تشتري حاجه غاليه فيه. تالت حاجه بقى اللي هي بالنسبه لي اهم حاجه الترطيب. الترطيب بتاعي ده من ذا بودي شوب. ده كريم لوشن مرطب وفيه عامل حمايه من الشمس. الكريم ده تحفه جدا، وبالذات برضو للبشرات اللي هي زي اللي هي بتعاني من حبوب واي حاجه بسيطه ممكن تطلع لها حبوب. فده انا ما بقدرش استغنى عنه، وخصوصا في الصيف. كان عندي واحد برضو تاني من ذا بودي شوب، بس ده ما عجبنيش خالص. اللي هو ده كان بعشب البحر، بس ما عجبنيش خالص وطلع لي حبوب. فلو هتجيبوا حاجه من ذا بودي شوب وانتوا بشرتكم زي بشرتي يبقى هاتوا ده كده بالنسبه لروتيني الصبح. بالنسبه للروتين الليلي، اول حاجه بعملها لما برجع من بره بشيل الميك اب. بستخدم الوايبس دي دلوقتي، بس انا في العادي مش بستخدم وايبس، بستخدم ميك اب ريموفر انا اللي عاملاه، بس هو دلوقتي خلص من عندي. ان شاء الله اول لما اجي اعمله تاني هبقى اصور لكم فيديو واوريه لكم. هو مناسب كمان للي بشرتهم فيها حبوب. كده بعد ما خلصت الميك اب بروح بعد كده بغسل وشي بالغسول تاني نفسه هو بتاع ذا بودي شوب، بس المره دي عشان انضف وشي من الميك اب كويس بستخدم الكليننج باد اللي هي دي. بستخدم دي وشايلاها في علبه بلاستيك. وبعد ما بستخدمها بمسحها وبشيلها تاني عشان تفضل نظيفه. الكليننج باد والعلبه بتاعتها دي انا شارياهم من جروب اونلاين، هبقى احط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. تالت حاجه بعملها بعد كده تاني بستخدم اللي هو التونر من ذا بودي شوب. وبسيب وشي لمده دقيقه. بعد كده مثلا لو انا عندي حبوب وعايزه يعني اشيلها او كده بستخدم اللي هو الزيت ده اسمه تي تري اويل. ده بحط منه بس نقطة على الحبوب بينشفها، بس مش بحط اكتر من كده عشان هو بينشف البشرة. وكمان انا بحبه جدا بستخدمه على طول. وفي ماسك انا عملته وصورته لكم فيديو هبقى انزله لكم قريب، وان شاء الله يعجبكم وتجربوا زيت التي تري اويل. بعد كده بستخدم تاني اللوشن بتاعي وبس كده. هو ده الروتين بتاعي. انا مش بحبش استخدم حاجات كتيره على بشرتي، فبس هو كده الروتين بتاعي. يا رب يكون عجبكم. عايزاكم تقولوا لي انتوا بتستخدموا ايه برضو، ولو ليكم روتين معين او حاجه بتحبوها مخصوص قولوا لي ايه هي، ومستنيه الكومنتس بتاعتكم.